اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين يا رب تكونوا بخير. انا هبه ودي قناتي وصفات من مطبخ هبه. اتمنى لو اول مره تشوفيني تدعميني باللايك وتشيري الفيديو عشان تفيدي وتستفادي، وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. متنسينيش تقولي لي رايك في التعليقات. ويلا بينا، النهارده هنعمل وصفه بسكوت النشادر بالمكنه، ولا بيض ولا اي حاجه خالص، ولا بيكنج باودر. النهارده هنعمل بمقادير 2 كيلو دقيق، وده السكر البودر، وده قالب زبده. حابه تجيبيه فرن ماشي، حابه تجيبيه كريستال ماشي. ده انا اشتغلت بكريستال. وكوبايتين زيت، وهنا لبن بودر ونشادر ونشا وجوز الهند. وهنا معانا فانيليا برتقال وفانيليا عاديه. ويلا بينا نشتغل في الوصفة. هنا الزبدة هتكون معانا مطلعينها من الفريزر، مش تلج، هتكون يا دوبك بدرجة حرارة الغرفة، يا دوبك ساقعة، متكونش دايبة. المهم هنفتت الزبدة واحدة واحدة كده بالمضرب. طبعا هو المضرب بايظ. هنبتدي نفتت الزبدة واحدة واحدة كده بالمضرب. هو ما كانش مساعدني، وعودي نفسك تشتغلي في حاجة واسعة بحيث ان الحاجة متطلعش برا. هننزل هنا بالسكر البودر. المقدار بتاع السكر البودر معايا على قالب الزبدة مفروض كيلو. هنا انا عندي السكر ازيد من كيلو، لان السكر كان كيلو خشن. لما انا طحنته في الخلاط بيدي ازيد من كيلو بيبقى كيلو وربع، كيلو وربع كده في المقدار ده كده. فطبعا احنا مش هنمشي بمقادير على قد كده. احنا معانا في الفيديو ده هنمشي تبع العجينة. هنا قالب الزبدة على قد ما ياخد دي حلف. قالب الزبدة مع كوبايتين الزيت، هنمشي معاه لحد ما ياخد مقدار دقيق والعجينة معانا تنظبط. هنمشي ومعانا مع بعض، وهنمشي مع بعض خطوة بخطوة كده. احنا هنا في البداية حطينا الفانيليا البرتقان والفانيليا العادية والسكر البودر مع الزبدة، ونفضل بقى نمزجهم مع بعض كويس لحد السكر ما يدوب والزبدة تدي القوام اللي هتشوفيه دلوقتي. وهنا بنلم الاطراف اللي على اطراف العجينة من هنا ومن هنا. طبعا معذرة على الدوشة، لان انا مش هينفع نمسح التسجيل تاني لان مسحاه 50,000 مرة. حسبنا الله ونعم الوكيل، كأنهم بيستقصدوني. حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا هنبتدي نشتغل في التخبيط ده عند الجيران، مش عندنا طبعا. المهم، فهنا انا جيت اسند المضرب عشان انزل ببقية المواد، ما رضيش يقف حتى المضرب معصلج معانا. هنا هنفضل نضرب كويس الزبدة مع السكر. المضرب هنا الدراع بتاعه انسلت، فانا ومصلبينه كده وعصلج معايا. وان شاء الله هنمشي واحده واحده كده لحد ما ربنا يكرمنا. هنا نزلنا باللبن البودر، نجيبه عجان بقى مضرب بالعجان ان شاء الله، والنشا وجوز الهند معلقتين كده بسيط. حابه تزودي اللي يعجبك، حابه ما تحطيهمش برضو اللي يعجبك. بس اللبن البودر والنشا وجوز الهند بيودوا الطعم في حته تانية، بالذات في البسكوته. حابه تحطي سمسم ماشي، اللي يعجبك. انا هنا حطيت كوبايه الزيت ديت التانية، ما تسجلتش في التصوير لانها كاميرا عطلت. تمام. فهنا هنضرب المكونات اللي احنا نزلنا بيها مع بعضيها كويس جدا لحد ما يدونا القوام الكريمي اللي هتشوفيه دلوقتي. انا هوقف المضرب لانه غلبني شويه، وهنشتغل بايدي زي ما انت شايفه كده البلازيوك.
وهنا المقدار من اللبن كوباية او كوبايتين، المج الشاي العادي. وهنا هننزل بالنشادر. النشادر دول ب5 جنيه على الاتنين، على اساس 2 كيلو، بس بجد طلعوا مظبوطين زي ما انت شفتي البسكوتة. هنا عطونا القوام الكريمي ده. هننزل على الخليط، السمنة، الزبدة والزيت واللبن البودر والنشا وجوز الهند والفانيليا والسكر البودر، كله مع بعضه لحد ما عطونا القوام اللي انت شايفاه ده. نزلنا بالنشادر، دوبناها في شوية لبن دافين عشان تشتغل. لو حطيتي النشادر على الدقيق مش هتدي التست اللي انت عايزاه، لو حطيتي النشادر على لبن بارد برضو مش هتدي التست اللي انت عايزاه. لبن دافي وتنزلي بالنشادر هتدي معاكي هش، القوام بسكوتة هش وناعم ودايب دوب. بجد مش هتفرقي الطعم عن البسكوت اللي احنا بنشتريه من بره. جربيه وان شاء الله مش هتندمي وتدعيلي ان شاء الله باذن الله. وهنا هنفضل نمزج المكونات مع بعضها تاني بعد ما النشادر نزلت عليهم وفصلتهم من بعض. هنمزجهم تاني كويس لحد ما يدونا القوام الكريمي ده، وبعدين ننزل بالدقيق. هنا عندنا مقدار 2 كيلو. طبعا هنحط مقدار الدقيق قليل في البداية، وزي ما العجينة تعوز معايا هنزود لها. ما تكتريش، حتى لو انتي محضرة معاكي 3 كيلو دقيق ما تحطيهمش كلهم، حطي 2 كيلو. ولو العجينة اتلفت معاكي وبقت سمكها مظبوط معاكي، بصي هنا انا بفرول بايدي ازاي، يا دوبك بفرول، بلم العجينة، بلم المكونات، بمزجهم مع بعض بخفة ايد بحيث ان العجينة ما تديش عرق البسكوت والكحك ما يتعجنوش زي ما انتي شايفة كده. طبعا ما شاء الله ما شاء الله، انا بعمل حاجتي كل سنة لوحدي، يعني مش بسأل حد ومش بخلي حد يجي يعمل لي حاجتي. ما شاء الله، مرة في مرة بجرب دي، بتعلم بدي تفشل مني. هنا انا جبت كيس فروتشي برتقان مركز، دوبتهم في حبة لبن بساط، ونزلنا بكمية دقيق تانية زي مقدار نص كيلو دقيق كده او كيلو الا ربع، عشان العجينة تظبط معايا لان العجينة عايزة دقيق. المهم هنا عشان تديني لون اورنج وطعم اورنج البسكوتة زي ما هتشوفي كده دلوقتي. ونلم العجينة كويس لحد ما العجان اللي انا بعجن فيه يبقى كأنك غسلاه اهي. بصي بفركها بصوابعي كده، بصي اهو بالراحة كده، براحة ايد كده علشان ما يتديكيش عرق. دي بسكوتة تلمي، بصي ما شاء الله ايدي كأني غسلاها، والعجينة ما شاء الله، والبلاستيكة كأني غسلاها ما شاء الله اهي كده. ده القوام المظبوط للعجينة. وان شاء الله يا رب تجربيها وتعجبك ويحسن ما بين ايدك وايدينا، وطبعا هتطلع جميلة جدا بنفسك وبايدك كده وان شاء الله يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. طبعا انا بنتكلم وهشم ريحتها، حاسه ان انا شم ريحتها تحفه. هنا هنكور العجينه زي ما انت شايفه كده كور، عشان هننزلها من المكنه، مكنه البسكوت. طبعا انت ممكن تفرديها على الرخامه او ترابيزه وتقطعيها باشكال انت حباها، ماشي. انا عندي المكنه بتاعه البسكوت دي، وهنعملها معاكم بطريقه بسكوت تانية غير دي، بس انا حابه الطريقه دي انزل بيها من المكنه. وطبعا هنا مفيش اضافه بيض ولا حاجه، مفيش وصفه ادخل اجيب وصفه من على النت علشان نعمل طريقه بسكوت والاقيها اسمها ما فيهاش بيض. احنا طبعا مش بنحب نعمل الحاجات دي في البلد عندنا، يعني عند مامتي وجدتي طلعت لقيتهم بيعملوا الطريقه دي، ولا بيحطوا بيض ولا بيحطوا بيكنج باودر ولا ما تحطيش بيكنج باودر، لان البيكنج باودر النشادر هنا شغاله تعمل عمل البيكنج باودر. اهي البسكوته هنا المكنه اهي، هننزلها من المكنه بالراحه. ولو وصلتي معايا في الفيديو لحد دلوقتي لسه ما عملتيش اللايك،
ادخلي يا حبيبة قلبي واعملي لي لايك، واتمنى تجربي الوصفة دي وتعجبك، وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتشيري الفيديو عشان تفيدي وتستفادي. متنسيش دعوة حلوة منك ليا في التعليقات. طبعا هنا بنكبس المكنة عشان تطلع معايا البسكوتة مظبوطة، ونرص الصواني ونكبس. ودلوقتي نشوف الشكل النهائي. طبعا البسكوت بتبقي بتعملي والفرن شغالة علشان تنزليه. هنا البسكوتين اللي قدامكم دول كنت انا العجينة قبل ما احطها في المكنة واشتغل فيها بالمكنة جربتها اشوفها هتفرش، احط لها دقيق، ما فرشتش ولقيتها مظبوطة كده. العجينة معايا مظبوطة جدا، ولا اخدت دقيق مني تاني غير اللي انا حطيته قدامكم، ولا اخدت سمنة ولا زيت ولا اي مقادير تانية خالص. كده العجينة مضغوطة في المكنة كويس عشان تنزل معاكي البسكوتة متماسكة، تعرفي تطلعيها من الصينية، تعرفي تنقليها من الصينية. ربنا يحسن ما بين ايديك وايدينا يا رب. زي ما انتوا شايفين كده بنملى الصواني، تخلي المساحة ما بين البسكوتة والبسكوتة، بحيث ان هو لو حصل فرش ولا حاجة لا قدر الله، بس ما فيش فرشان. ليه؟ لان ما حطيناش بيكنج باودر، ما حطيناش بيكنج باودر، حطينا فانيليا ونشادر بس. الفانيليا تدي تست حلو، النشادر تدي هشة للبسكوتة كده، يخلي قوام البسكوتة هش، والمادة الرافعة يعتبر بس، ولا بيض ولا بيكنج باودر. والبسكوت اللهم صل على الشهادة، صل على سيدنا محمد. والطعم عندنا هنا زودناه بالفروتشي البرتقان. حابة تزودي تست برتقان من عند العطار، حابة تزودي تست جوز الهند، اللي يعجبك اللي يريحك. هنا البسكوت بعد ما خلصناه ده اللون وده الشكل النهائي اهو. طبعا الاضاءة عندي مش عاطية للبسكوتة حقها فعلا، بجد ظلمة الشكل، اللون المظبوط، الشكل المظبوط ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يا رب، اتمنى يا رب تجربيها وتعجبك. وهنا الصواني وهي في الفرن، هنا الشكل لسه عجين ولا فرشة ولا حاجة. بصي قوامها متماسك ما شاء الله، من اول ما بتدخل لحد ما بتطلع وهي اخده الشكل بتاعها مظبوط، ولا فرشت ولا نفشت ولا طلعت لفوق، اخده القوام المظبوط الصح. واتمنى تجربيها وتعجبك، وده الشكل النهائي. ما تنسيش تدعميني باللايك وتشيري الفيديو عشان تفيدي وتستفادي، وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.